تعالى يا صديقي الفاضل نشوف خطوات تطبيق الانضباط. طب انا يا عم مالك، انا عايز يعني اقول انا عايز انفذ الانضباط ده اعمل ايه؟ تعال انا لخصتهم لك في كذا خطوة كده. اول حاجة زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت، ابدأ صغير، خد حياتك ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، ما تختارلكش هدف ضخم وتنفذه، اختار هدف بسيط عشان تعرف تنفذه. زي ما قلت لك الهدف الضخم هتحطه قدامك، دماغك مش هيستقبله، لان الدماغ بيحب الراحه. زي ما قلت لك اختار لك هدف بسيط بس استمر عليه يوم بعد يوم، هيتحقق وهتلاقي نفسك والله شخص تاني انت صعب تتعرف عليه في اخر السنه. دي اول حاجه. تاني حاجه نظم وقتك. نظم وقتك نظم وقتك يعني ايه تنظم وقتك؟ شوف انت عايز تعمل ايه وتنظم وقتك على اساس الحاجات ديت. يعني ايه؟ حط وقت ثابت للحاجات اللي انت هتعمل، سواء قراءة، رياضة، شغل، تطوير ذات، عايز تتعلم حاجة اضافية، عايز تتعلم لغة. فهنا تنظيم الوقت مهم جدا 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 لبكرة الصبح جدا كمان. تعال هنا بقى في تالت حاجة، وديت اهم نقطة وارجوك ركز معايا فيها، ركز معايا فيها بجد. ابعد عنك المشتتات. هي ديت زي ما اقول لك ايه، ديت اللي بتضيع مجهودك كله في ثانيه الا ثانيه. ابعد عنك المشتتات. يعني ايه؟ السوشيال ميديا، الموبايل، الناس اللي انت بتقعد معاها في الكافيه اللي انت بتضيع وقتك معاها. يعني معلش، يعني انت عايز تبني كاريرك، عايز تتعلم لغة، عايز تطور من نفسك. ما تقعديش مع ناس بسم الله ما شاء الله 24 ساعة، في ال 24 ساعة بيشتكوا من الظروف، بيشتكوا من قلة الفلوس. المحيط اللي انت فيه بيأثر عليك بنسبة 95%، ده لو مش 100%. المحيط اللي انت عايش فيه، اللي انت عايش معاه بيأثر عليك. عايز تعمل حاجة، عايز تطور من نفسك، اقعد مع ناس ماشية في نفس الكلام، ماشية في نفس الطريق. ما تقعدليش مع ناس، يعني معلش، انت عايز تخس ما تقعدليش مع ناس اكيلة، فاهم؟ عايز تبطل تدخين ما تقعدليش مع ناس بسم الله ما شاء الله حريقة في السجاير، ومستحيل مش هتعرف. فشوف محيطك وشوف انت ماشي مع مين. دي يعني والله ركز في الحوار ده بجد، لانها هي سبب في ضياعك وسبب في نجاتك، سبب في ضياعك وسبب في نجاتك. المحيط اللي انت عايش فيه، المحيط اللي انت عايش فيه ركز عليه. شوف انت قاعد مع مين، شوف انت بتنمي عقلك مع مين، شوف انت بتاخد افكارك من مين. فراقب نفسك.